ايه بقى موضوع البروميس؟ وايه هي المشكلة اللي البروميس بيحلها؟ ويعني ايه كول باك هيلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، أنا خالد جودة وجاي النهاردة. يعني إحنا بنكمل على الفيديو اللي فات. لو حد فيكم شاف الفيديو اللي فات هيفتكر إن إحنا وقفنا هنا وعملنا بريك عشان الفيديو ما يطولش. وكنا في الفيديو اللي فات بنتكلم عن الاسynchronous بروجرامينج، وفهمنا يعني ايه الجافا سكريبت سنجل ثريدد، والاسynchronous خلت الجافا سكريبت اكت از مالتي ثريد. وكنا بنشرح الران تايم انفايرمنت والجافا سكريبت انجن والكول ستاك، وقلنا ايه اللي بيحصل خلف الكواليس. ودي كانت مقدمة عن الاسynchronous بروجرامينج، وعرفنا من خلالها ان في حاجات تتبع حاجة اسمها الويب اي بي ايز بتتنفذ هنا بعيد عن الكول ستاك، من ضمنها السيت تايم اوت والفيتش والبروميس والسيت انترفال وما الى اخره. ووقفنا الفيديو اللي فات لحد هنا علشان خاطر ما الفيديو ما يطولش. النهارده هنكمل كلام عن المفاهيم بتاعت الاسynchronous بروجرامينج. هنتعرض للبروميس، هنفهمها ونفهم الميثودز بتاعتها وايه المشكله اصلا اللي البروميس جايه تحلها. هنتعرف على الاسync والاويت وعلى التراي والكاتش. وزي ما اتعودنا او زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، احنا عشان نوضح المشكله هنران كود الاول ما فيهوش مشكله، وبعد كده هنتدرج في الموضوع واحدة واحدة علشان نفهم المشكلة بالظبط. تمام؟ خلينا ما نضيعش وقت ونروح على الكود على طول. وزي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات، اللي عايز يفهم الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده كويس لازم يروح يشوف الفيديو اللي فات، اللي هو كان بعنوان يعني ايه جافا سكريبت سنجل ثريدد، ويعني ايه اسynchronous بروجرامينج، والبلاي ليست اسمها ايه جافا سكريبت اسynchronous بروجرامينج. هحاول احط لكم اللينك هنا في الفيديو عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوفه، علشان لو انت فهمت الفيديو اللي فات كويس هتقدر تفهم الفيديو ده احنا بنتكلم فيه. واللي شاف الفيديو اللي فات عارف ان احنا محضرين اكواد علشان ما نضيعش وقت كبير في الكتابة. وتعالى نشوف المثال الاولاني على اللي هيخلينا نفهم البروميس. طبعا احنا هنا مش في المثال ده مش مستخدمين بروميس، احنا هنتدرج في الكود بالامثله واحده واحده علشان واحنا ماشيين نشوف المشكله اللي هتواجهنا واللي هتخلينا نعرف هو البروميس جاي يقدم لنا ايه او يحل لنا ايه. مبدئيا الكود اللي قدامنا في المثال ده كود سينكرونس عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. انا عندي فانكشن اسمها جيت يوزرز. احنا بنحاول نعمل ايه هنا؟ بنحاول نعمل سيميليشن للي بيحصل في الواقع الحقيقي. لما بنشتغل على بروجكت انا هبعت مثلا ريكوست هفتش داتا من السيرفر، ربما الفانكشن دي تاخد شويه وقت، فهنحاول نعمل سيميليشن للكلام ده. انا دلوقتي عندي فانكشن اسمها جيت يوزرز. تمام، هفترض ان انا هبعت ريكوست بفتش الداتا وهتعمل لي ريتيرن للداتا. احنا هنا بنرجع الداتا زي ما احنا شايفين كده بشكل مانوال او بشكل صريح ومباشر كده زي ما انتم شايفين، وهو عباره عن اري فيها مجموعه من اليوزرز. وعندي الفانكشن الثانيه اسمها فايند يوزر، بمرر لها اليوزر نيم از بارامتر. طبعا احنا لما بننفوك الفانكشن وبنمرر فبيبقى اسمه ارجيومنت. فهنا عندنا في التعريف بتاع الفانكشن اليوزر نيم اللي هنا ده عباره عن البارامتر اللي بيتمرر للفانكشن. اللي بيحصل ان احنا بنفتش اليوزرز عن طريق استدعاء الفانكشن اللي اسمها جيت يوزرز، وبنخزنها في متغير اسمه يوزر سوري يوزرز. واليوزر اللي احنا بندور عليه بنمشي على الاري اللي اسمها يوزرز ونعمل ايه الميثود اللي اسمها يوزرز دوت فايند، هتجيب لي اليوزر اللي اليوزر دوت يوزر نيم بتاعه بيساوي اليوزر نيم اللي انا مررته هنا، وبترجع لي اليوزر ده، وبنطبع الريتيرن او اللي راجع جوه الكونسول دوت لوج. ده كود سينكرونس عادي ما فيهوش مشكله. خلينا نروح نبص، هيرجع لنا ادي اليوزر نيم جون والايميل جون @test دوت كوم. عندي اثنين جون وكارولين، هو اللي انا بدور عليه اللي انا مررته هنا اللي اسمه جون، فرجعه لي زي ما احنا شايفين. طيب ده كده الكود العادي البسيط السينكرونس اللي ما فيهوش مشكله. تعال نروح نشوف المثال الثاني. تمام، هناخد الكلام ده كوبي
واللي ما شافش الفيديو اللي فات انا محضر شويه اكواد علشان ما نضيعش وقت في الكتابه، وانا عندي هنا صفحه HTML هي اللي مربوط بيها المين دوت جي اس، فعشان كده انا باخد الكود كوبي وبحطه بيست هنا في المين دوت جي اس عشان هو ده اللي بيتنفذ. نكمل المثال ده بقى، نفس المثال هو برضه الجيت يوزرز، وبفايند اليوزر اللي انا بدور عليه، وهو اليوزر اللي اسمه جون اللي انا بدور عليه، لكن احنا عملنا تغيير بسيط. احنا قلنا احنا بنعمل سيميوليشن اللي بيحصل، فالريكوست اللي انت بتبعته، الفانكشن اللي بتفتش داتا من API او من السيرفر ممكن تاخد شويه وقت. تمام؟ فاحنا عملنا السيميوليشن ده عن طريق ان احنا هنرجع اليوزرز بس من خلال السيت تايم اوت. تمام؟ بس لو جينا نبص للكود هنا، احنا عملنا ايه؟ عرفنا يوزرز عباره عن اري فاضيه، والست تايم اوت بعد ثانيه هتشتغل وبتعدل على الاري اللي هي اسمها يوزرز، بتخليها بدل ما هي اري فاضيه بتحط فيها الاثنين يوزر بتوعنا، وبترجع لنا اليوزرز، وبنبتدي نعمل عمليه الفايند بتاعتنا. طبعا ده مش هيحصل. ليه؟ هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل وهنقول ليه. اللي هيحصل ان نرجع هنا، يعني اللي شاف الفيديو اللي فات عايزك تقول لي تتخيل او تتوقع ايه اللي هيرجع. لو تخيلت فاللي هيرجع undefined. تعال نروح نشوف ونشرح ونقول ليه. ادي undefined. ليه بقى رجعت undefined؟ لان احنا قلنا الفانكشن دي هي فيها كود سينكرونس وكود اسينكرونس، او حاجه كود بيران في الاي بي اي، في الويب اي بي اي. واللي بيرجع اللي هيحصل هنا ان الفانكشن هتعرف متغير اسمه يوزرز عباره عن اري فاضيه، والست تايم اوت هتشتغل بعد ثانيه فين؟ في الويب اي بي اي، بعيدا عن الكول ستاك او بعيدا عن المين ثريد. بس الفانكشن دي هتعمل ريتيرن مباشره لليوزرز قبل ما الست تايم اوت تعدل فيها. فاليوزرز اللي معمول لها ريتيرن انهي؟ ايوه الاريه اللي هي فاضيه دي، لان دي لسه ما رنتش، ما اشتغلتش، ما عملتش التعديل اللي هي بتعمله. تمام؟ فبالتالي لما انا اقول له يوزرز دوت فايند، هو بيفايند يوزر في اري فاضيه اصلا، الاري فاضيه ما فيهاش يوزرز. فلما هيجي يدور على يوزر جوه الاري الفاضيه يكون عنده اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم ده، فبالتالي مش هيلاقي اصلا حاجه، هيرجع لك undefined. طيب لو احنا عايزين نحل المشكله دي ونخلي الست تايم اوت تعدل على اليوزرز وبعد كده نرجع اليوزرز بعد ما اتعمل لها تعديل، هنيجي مثلا نعمل مثال زي ده كده. التعديل اللي حصل هنا ايه؟ لو احنا رحنا للمثال الثاني اللي هو اللي فات ده، هتلاقي ان الجيت يوزرز مش بتاخد اي حاجه هنا، انما في المثال اللي احنا بنطبقه حاليا احنا هنمرر لها كول باك. هذه الكول باك هي اللي هتعمل، اولا هيتم استدعائها جوه الكول باك بتاعه الست تايم اوت، يعني هذه الكول باك بتاعه الست تايم اوت اهي. تمام؟ جوه منها هننفوك الكول باك اللي احنا ممررينها لما نيجي نستدعي الجيت يوزر. تمام؟ ولو رحنا على الفانكشن اللي اسمها فايند يوزرز، هنلاقي ان احنا دلوقتي بنمرر لها يوزر نيم اللي احنا بندور عليه، وكل باك ثانيه هتشتغل برضو وهتعمل حاجه. ولو انت جيت خدت بالك هنا انا مررت الكول باك، يعني هنا لما عملنا انفوك مررت اليوزر نيم اللي اسمه جون، والكول باك فانكشن اللي انا عايز انفذها ان هي تعمل كونسول دوت لوج. طبعا انت زمانك دلوقتي تايه مني وبتحاول تستوعب الكود، انا موقف كده وعشان تشوف الكود براحتك وتقراه وتحاول تكتبه وتجرب معايا. انت دلوقتي هتلاقي كول باك جوه كول باك بتتنادى جوه كول باك وبتتمرر لفانكشن ثانيه از كول باك، فشويه حاجات كده بتحصل. خلينا الاول نروح نشوف الكلام ده هيحل المشكله، وفعلا اليوزر اللي اسمه جون هيرجع ولا لا. تعال نشوف كده. فعلا اليوزر رجع، فانا حليت المشكله. ولكن الكعبله والكلكعه، المثال اللي احنا بنحكيه ده مثال بسيط جدا. تمام؟ فتخيل لو المثال اللي انت شغال عليه
او فكرتك اللي انت بتنفذها كانت اعقد واتقل من كده بكتير. فانا عايزك تتخيل الجحيم اللي انت هتعيش فيه، وهو ده مفهوم الكول باك هيل. ان انت عندك كول باك، ادي الكول باك. على فكره الكول باك دي تمام ملهاش علاقه بالكول باك دي، تمام، بدليل ان انا لو سميت دي خالد مثلا اهو، انا اسف سوري كنترول وزد. لو انا جيت سميت دي خالد كده وجيت سميت دي خالد، هتشتغل عادي برضو ومش هتقول لا، تمام، اشتغلت ورجعت اليوزر، تمام، واللي فوق اسمها كول باك برضه، تمام. فانا عايزك تتخيل بقى كول باك بيحصل لها انفوك جوه كول باك، والكول باك اللي احنا معرفينها هنا احنا معرفينها ارجيومنت للجيت يوزرز اللي هي بتاخد الكول باك دي. يعني البادي ده كله ده تعريف او الارجيومنت اللي هو بتاع البارامتر ده، وجوه منه بيستدعي الكول باك اللي احنا مررناها هنا، اللي احنا لما جينا نستدعيها مررناها من هنا. فده اسمه كول باك هيل. صحيح انا حليت المشكله ورجعت اليوزر اللي انا عايزه، ولكن انا دخلت في دوامه من الكول باكس جوه بعضيها وما بقتش قادر اقرا الكود كويس، وما بقتش قادر افهمه او اعدل عليه. وما تبصش للمثال ده مثال بسيط ويلخبط، فما بالك بقى لو مثال كبير وكيسه تقيله وفيها كول باكس كتير. فده اسمه الكول باك هيل او جحيم الكول باك، وده اللي البروميس جايه تحل. تعال نشوف بقى البروميس هيحل المشكله دي ازاي. هناخد بقى المثال ده كده كوبي ونحطه في المين هنا عشان يرن ونشرحه. قبل ما نروح نشوف في الكونسول ايه اللي هيحصل، خلينا نشرح البروميس. انت اما تعوز تعرف بروميس، انت ممكن تعرف البروميس بالشكل ده، وممكن تعرف فانكشن وتخليها تريتيرن نيو بروميس، تمام. المهم ان احنا عندنا البروميس اهو، والبروميس دي البي كابيتال، اوكي، وبتاخد كول باك فانكشن. كل البلوك ده كده، دي كده الكول باك بتاعت البروميس. الكول باك بتاعت البروميس بتاخد اثنين بارامتر، حاجه اسمها ريزولف وريجكت. الريزولف دي لما البروميس بينجح وبيرجع الداتا اللي احنا عايزينها، فدي معناها ان هو نجح، معناها ان هو كده عمل ريزولف. ريجكت في حاله ان حصل ايرور فبيعمل ريجكت، تمام. وادي عندنا اليوزرز بتاعتنا اهو عرفناها وقلنا له اف ترو ريزولف يوزرز والس ريجكت يوزرز، تمام. طب الفايند يوزرز بقى بتعمل ايه؟ الفايند يوزرز اولا هتستنى البروميس. بعد ما البروميس ما يخلص بقول له دوت زد، يعني بعد كده خد بقى اليوزرز اللي هي راجعه اللي معمول لها ريزولف هنا. هي دلوقتي عمل لها ريزولف يعني رجعت، كانك عملت ريتيرن جوه الفانكشن اللي هي السينكرونس العاديه، تمام. فاليوزرز بقى اللي راجعين من البروميس هتعمل عليهم عمليه الفايند اللي انت عايزها، وفي الاخر هتطبعه لي في الكونسول. وطبعا عشان نشغل الفايند يوزرز هنعمل لها انفوك تحتها. تعال نروح نشوف في الكونسول ونشوف الكلام ده ايه اللي هيحصل. اهو زي ما انت شايف كده فعلا الفانكشن عملت ريزولف ورجعت لنا اليوزر. هتقول لي طب انا برضو لسه ما حسيتش، انت عايز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لك انه بدل ما انا بقى اقعد ابعت كول باك جوه كول باك جوه كول باك، لا، هو البروميس هيعمل العمليه بتاعته وهو ليه دور محدد. هو هيعمل ايه؟ هيعمل لنا ريزولف لليوزرز دي او هيرجع لنا اليوزرز دي. انا هعمل ايه بقى على اليوزرز بعد كده؟ خلاص مش قصته. ده اللي هيحصل في البوت زين، يعني في الخطوه اللي بعد كده. فاصبح ان انا دلوقتي ده بقى بلوك منفصل عن البلوك بتاع البروميس اللي بيرجع لنا اليوزرز. وتقدر عشان تتاكد لو انا جيت قلت له دوت زن ماشي، انا ممكن اخد اليوزرز بس عشان ارجع منهم حاجه. يعني انا ممكن اجي هنا بدل ما اقول له كونسول دوت لوج، انا ممكن اجي هنا اقول له ريتيرن لليوزر اللي راجع ده، واخد بقى اليوزر ده اهو في بلوك تاني خالص ملوش علاقه بالبلوك اللي قبليه،
وهقول له كونسول دوت لوج مثلا يوزر فاوند، وهتقول له او تقول له مثلا ايه يوزر، وهنا هتقول له اليوزر دوت نيم. يعني انا ممكن اعمل ده كده تمبلت ليترال، واجي هنا كده اهو اعمل كده واقول له يوزر، وادي له اليوزر نيم كده اهو يوزر دوت يوزر نيم فاوند، وخلاص امسح دي بقى كده مش عايزينها. هيقول لك مثلا يوزر اللي اسمه جون فاوند، تعال نبص كده اهو هيقول لك اهو اليوزر اللي اسمه جون فاوند، ده البلوك بتاعت الدوت زن الاولانيه، ودي البلوك بتاعت الدوت زن الثانيه اهو. ادي كده ده بلوك منفصل تماما ملوش دعوه باللي بيحصل في البلوك ده، والبلوك ده ملوش دعوه بالبلوك بتاع البروميس. تمام؟ فتقدر تعمل تشين بقى لعمليات كتير ورا بعضها من غير ما تخش في جحيم الكول باك، وهنا هتحس ان العمليه اسهل شويه. طيب في المثال بقى رقم 5، تمام، تعالوا نشوف عايزين نقول ايه في المثال رقم 5. حط الكلام ده كده هنا. احنا دلوقتي موضوع الكاتش، انا ممكن اعرف اهو زي ما قلت لكم عن دي الحته اللي انا قلتها في الفيديو اللي قصدي في المثال اللي فات. مش احنا قلنا هنا، مش احنا عرفنا البروميس بالشكل ده، وقلنا ان البروميس بيرجع او ممكن اعرفه كده اقول ان هو نيو بروميس واكتب التعريف بتاعه. لا، ممكن بقى في المثال اللي معانا هنا انا ممكن اعرف فانكشن، الفانكشن دي بتريتيرن للنيو بروميس، وبقيه الكلام هو والدوت كاتش دي بتكاتش الايرور وبتهندله، وهنشوف الكلام ده ما تستعجلوش. المهم ان انا عرفت ان انا ممكن اعرف فانكشن، هذه الفانكشن بتريتيرن نيو بروميس، وده شكل الكتابه، وده الشكل الاولاني ان انا اقول له البروميس بيساوي نيو بروميس زي ما احنا شفنا كده. وعندي بقى الدوت زن، تمام، انا هنا قلت عرفت الكونست سوري البروميس ده بينفوك الفانكشن اللي اسمها الجيت يوزرز، تمام، اللي هي بتريتيرن بروميس. والدوت زن هنا بهندل اللوجيك او بكتب اللوجيك اللي انا عايز انفذه في حاله ان البروميس نجح وعمل ريزولف ورجع داتا. والبلوك بتاع الدوت كاتش ده بيهندل الايرور لو حصل ايرور والبروميس ريجكتد. تمام؟ تمام. في المثال بقى رقم 6 قال لك ايه؟ تعالى ناخد ده كده اهو ونحطه هنا ونبتدي نتكلم. قال لك دلوقتي انت مش احنا عملنا في المثال رقم 5 ده، تمام، قلنا له دوت زن اعمل لي كده لو العمليه نجحت، وقلنا له لو حصل ايرور اعمل لي تاتش هنا. قال لك انت ممكن تعمل نفس الحركه، بس بدل ما تعرف البادي بتاع الفانكشن اللي انت عايزها تتنفذ هنا جوه الكاتش، قال لك لا، انت ممكن تعرف فانكشنز بره ما لهمش دعوه بالبلوك نفسه بتاع البروميس او بتاع الدوت زن. فانكشن عاديه هتعرفها، هتحط فيها اللوجيك بتاع الفولفيل لو البروميس عمل ريزولف ونجح، وهنا تعرف الفانكشن اللي انت عايز تنفذها لما يحصل ايرور. وتيجي بقى جوه الدوت زن تمرر الاثنين فانكشن دول از ايه؟ بارامترز او كول باكس. هو البروميس فاهم ان انا جوه الدوت زن هنا لما امرر له الاثنين بارامترز دول، فهو عارف ان الفانكشن الاولانيه او البارامتر الاولاني ده في حاله انه حصل ريزولف هينفذ ده في حاله حصل ريجكت هينفذ ده. تمام؟ فاصبح ان انت تقدر تعرف الفانكشن بتاعت الريجكت او اللوجيك اللي انت عايزه يتنفذ لما يحصل ريجكت، واللوجيك اللي انت عايزه يتنفذ لما يحصل ريزولت، تعرفهم بره وتمررهم هنا جوه الدوت زن. وممكن بالطريقه بتاعت اللي فات ان انت تعرف البلوك نفسه او اللوجيك نفسه تعرفه جوه الدوت زن، وتعرف الايرور هنا تهندله جوه الدوت كاتش. تمام؟ وبالطريقه دي زي ما احنا شايفين هنلاقي ان البروميس
حاجه عظمه وحاجه يعني الف الالف، وحلت لنا مشكله الكول باك هيل. لو رحنا على البرزنتيشن بتاعتنا هنلاقي ان بيقول لك هنا البروميس في حاجه اسمها البروميس ستيت. البروميس ستيت دي البروميس يا اما بيبقى بيندنج او فولفيلد او ريجكتد. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ انت اول ما بتعرف البروميس هنا تمام وتبتدي تشغله تمام. خلينا ناخد مثلا المثال ده اللي هو الحاله الاولانيه. انا دلوقتي اول ما انا دلوقتي عرفت البروميس اهو تمام، والمفروض ان انا هشغله او هستدعيه في الفايند يوزرز. اول ما بيشتغل هو بيبقى بيندنج، يعني هو لسه دلوقتي ما رجعش حاجه ولا ريزولف ولا ريجكت. بعد كده بيتحول يا اما ريزولف يا اما ريجكت. وبيقول لك ان الستيت بتاعت البروميس بتبقى واحده من الثلاثه دول وما بيرجعش لورا. يعني ايه؟ يعني هو بيندنج دلوقتي لما يخلص هيروح لحاجه من الاثنين، يا اما فولفيلد يا اما ريجكتد. ولو وصل انه بقى فولفيلد او ريجكتد مش هيرجع لورا. لو عايز تشوف الستيت فاحنا ممكن نيجي هنا نقول له مثلا بروميس، ندوس انتر اهو قال لك فولفيلد تمام. ولو رحنا عملنا ريجكت لو خليناه احنا هنا قلنا له ايه؟ اف ترو ريزولف. طبعا الشرط ده هيتحقق دايما وهيبقى ترو، فانا هعكس الشرط هقول له اف نوت ترو ريزولف انس ريجكت، فانا كده هخليه يعمل ريجكت. لما اروح كده اهو قال لي ريجكتد، لو انا جيت عملت كده هيقول لي ايه؟ ريجكتد. شايفين اهو الستيت بتاعته ريجكتد زي ما احنا شايفين كده. وطبعا البندنج دي هتحصل امتى؟ لو انت عايز تشوف حاله البندنج خلينا ناخد المثال اللي كان فيه سيت تايم اوت اللي هو ده كده، هناخده كده ونروح هنا تمام، ونحط الكود ده هنا وانا هخليه يتاخر 10 ثواني على بال ما الحق اكتب كلمه بروميس في الكونسول وهوريك هيديني الحالتين. هو دلوقتي لسه شغال فهيجي هنا بص هيقول لي بيندنج او الستيت بيندنج. لما يخلص بعد ال 10 ثواني هيطبع هنا او طبع. لما اجي بقى هنا اكتب بروميس تاني كده هيقول لي فولفيلد تمام. يبقى هو اول ما اشتغل بقى في حاله البيندنج، ولما خلص بقى في حاله الفولفيلد ورجع لي الريزلت تمام. طيب عندنا البروميس قال لك ليها ميثودز. يعني ايه ميثودز؟ ميثودز عشان نفهمها ونشرحها خلينا نروح نشوفها دلوقتي بشكل عملي، وهناخد الكود ده ونروح على الميل. الكود ده فيه ايه؟ في عندي بروميس اولاني بيعمل ريزولف بعد ثانيه واحده بيرجع لي الرقم 10، وبروميس تاني بيعمل ريزولف بعد ثانيتين بيرجع لي الرقم 20، وبروميس ثالث بيرجع بعد 3 ثواني بيرجع لي الرقم 30. قال لك بقى انا ممكن اعمل اري استقبل اللي راجع من الثلاثه بروميسز دول، انا ممكن ارنهم مع بعض. في بعض الحالات ممكن يبقى انا عندي كيس محتاج ان انا الثلاثه مثلا بروميس دول يريزولفوا او الثلاثه يحصل لهم ريجكت او يحصل حاجه معينه بناء على لوجيك معين في دماغي انا مستني ان لازم الثلاثه يخلصوا، وبناء على الحاله دي هعمل حاجه في الريزلت اللي هتطلع. فقال لك انت ممكن بقى تعمل اري تستقبل فيها نتيجه البروميسز دول. انت عندك ثلاثه فيبقى عندك اري من 3 عناصر، عندك 10 بروميس هتعمل اري من 10 عناصر. كل عنصر في الاري هيستقبل النتيجه بتاعت العنصر بتاعنا ده بي 1 تمام. ده هيستقبل الريزلت اللي راجعه من بي 1. هنا بي 2 هيستقبل الريزلت بتاعت البي 2، والبي 3 هيستقبل الريزلت بتاعت البروميس الثالث. طب ايه هي بقى الميثودز دي؟ انا عندي حاجه اسمها بروميس دوت اول. بروميس دوت اول دي بتعمل ايه؟ بص هيطبع لي هنا في الدوت زي ما هنطبع النتيجه. تعالوا نشوف البروميس دوت اول دي بيعمل ايه. اهو رجع لي 10 20 30. طب تعالى كده انا بخلي واحد فيهم يعمل ريجكت تمام، بدل ما اخليه يريزولف انا هخليه يريجكت. تعالى كده ونشوف ايه اللي حصل. بص
قال لك ايه؟ حصل ايرور. ليه بقى؟ لان البروميس دوت اول دي علشان ترجع لك داتا لازم الثلاثه او كل البروميسز بتاعتك يحصل لها ريزولف. فلو اي واحد فيهم حصل له ريجكت مفيش ايه؟ مفيش داتا هترجع وهيرجع لك ايرور. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا عندنا حاجه اسمها بروميس دوت ريس. تعالوا نشوف البروميس دوت ريس دي هترجع لنا ايه؟ هترجع لنا رقم 10 بس. بروميس دوت ريس دي بترجع ايه؟ خلينا اخلي، معلش انا هخلي الريزولف بتاعت ال 10 دي تريجكت، تمام؟ علشان نشوف البيهيفير بتاع الدوت ريس هيحصل ايه. بص هنا قال لك حصل ايرور. الدوت ريس دي اول فانكشن او اول بروميس بيخلص بترجع لك اللي رجع منه ايا كان ريزولف ولا ريجكت. يعني سواء ريزولف او ريجكت الدوت ريس هترجع لك اول واحد. طب في بقى حاجه اسمها البروميس دوت اني. بروميس دوت اني دي بقى بتعمل ايه؟ دي هترجع لك اول واحد يريزولف. او بص رجع لك 20. تعال نرجع هنا نشوف في الكود. الكود اللي خلص بعد ثانيه حصل له ريجكت. فالبروميس دوت اني هتنجلكت او يعني ايه؟ مش هتحطه في الاعتبار، هتفضل مستنيه ان واحد يحصل له ريزولف. فبعد ثانيتين هتلاقي ان ده حصل له ريزولف والنتيجه بتاعته 20، فاما نرجعها لك هنا في الكونسول. طيب عندنا ميثودز ايه تاني؟ احنا اتكلمنا عن الريس وعلى الان، في اول سيتلد وفي فاينل. لو انا جيت هنا قلت له ده اول سيتل، تمام؟ وتعالى نروح نشوف في الكونسول ايه اللي هيحصل. هو طبعا مستني 3 ثواني. بص هنا بقى رجع لك الاولاني ريجكتد والثاني فولفيلد والثالث فولفيلد. اون سيتلد دي بيستنى الثلاثه يخلصوا ويرجع لك نتيجتهم كلهم، كل واحد بالنتيجه بتاعته. هيقول لك الاولاني ريجكتد، الثاني فولفيلد، الثالث فولفيلد، وهكذا. سواء بقى نجحوا ما نجحوش عفوا. وده عكس الدوت اول بتعمله. الدوت اول عشان ترجع لك، انا اسف، الدوت اول عشان ترجع لك نتيجه لازم كلهم يحصل لهم فولفيلد. لكن الفولفيلد بنعملها بتقول لك هي بتجيب لك النتيجه اللي حصلت فعليا سواء ريجكتد او فولفيلد، بترجع لك كل واحد بالستيت بتاعته. في حاله الريجكت بتقول لك ان الريزون كذا. طبعا احنا عشان هنا قايلين له ريجكت 10 فبيقول لي ريزون 10. كان ممكن اقول له ريزون هنا، اقول له ريجكت مثلا something went error وهكذا. وعندنا الدوت فاينل بقى ايا كان بقى نتيجه البروميس نجحت فشلت ايا كان، هو في الاخر خالص هينفذ حاجه معينه. لو انا جيت هنا قلت له دوت فاينل مثلا، عايز اقول له ايه؟ هطبع رساله في الكونسول بيقول all promises have settled. فهروح كده اهو، على الرغم من ان في واحد، او بص كده، على الرغم من ان في واحد فشل بس هو في الاخر الفاينل دي كده كده هتتنفذ. لو انا رحت خليت ان البروميس بدل اول سيتلد دي خليتها اول عشان يحصل ريجكت، بص كده في الكونسول اللي هيحصل اهو البروميس ريجكتد لكن الفاينل كده كده اتنفذت. يبقى احنا كده خلصنا كلام عن الميثودز بتاعت البروميس. في ميثود انا يعني سبتها لكم تدوروا عليها، حاجه اسمها ويب ريزولفر، اقرا عنها يعني هتفهمها ان شاء الله. علشان بس ما نطولش في الفيديو هنخش بقى في موضوع الاسync والاويت. ايه قصه الاسync اويت؟ اللي احنا شفناه دلوقتي في البروميس ده الناس هتقول لك ماشي ده كلام جميل وحل مشكله الكول باك هيل والدنيا زي الفل، بس انا مش متعود على الطريقه دي في الكتابه. الستايل ده في الكتابه يعني انا بالنسبه لي في مشكله. طب انا عايز اكتب كود شبه كود، خلي بالك من الكلمه، كود شبه الكود اللي هو السينكرونس اللي انا متعود عليه، بس اكتب كود اسينكرونس. يعني انا هفتش مثلا، تعالى نستخدم الفتش والفتش داتا مثلا من فيك اي بي اي او جيسون بليس هولدر ونشوف الستايل اللي احنا بنتكلم عليه. ادي عندي فانكشن عاديه اسمها فيتش داتا، بعرف متغير اسمه ريسبونس
سيبنا دلوقتي من اسينك واويت، خلينا في الفيتش. الفيتش احنا يعني اكيد في ناس كتيره منكم عارفينها، ببعت ريكوست على اي بي اي اند بوينت وبجيب الداتا وبعمل بقى اللي انا عايزه، بربحها في الكونسول، بعمل عليها بروسيسنج، بعمل اي حاجه. بس الفيتش دي بترجع بروميس وتاخد اسynchronous. قال لك بقى علشان تكتب كود اسynchronous بس في الستايل بتاعه شبه الكود السينكرونس اللي انت متعود عليه، كل اللي انت هتعمله ان انت وانت بتعرف الفانكشن هنا قبل كلمه الفانكشن هتحط كلمه اسين. وعلشان الفيتش دي بترجع بروميس فانا بقول له اويت، فالريسبونس دي هتعمل اويت وهتستنى النتيجه اللي راجعه من هنا. طيب انا دلوقتي عايز اطبع الداتا، انا عشان اقدر اوصل للداتا لازم احولها لجيسون، تمام؟ فبرضه هاجي هنا اقول له الداتا اويت ريسبونس دوت جيسون وباجي هنا واطبع الداتا. لو رحت هنا في الكونسول الاقي ان الفيتش هترجع بالداتا، والمفروض انا خدتها كوبي بيست ولا ما خدتهاش؟ تمام، ادي الفيتش داتا المفروض ان هي اشتغلت، بتبعت ريكوست، المفروض ان هي كده معمول لها سيف، تمام. المفروض الداتا ترجع، هي رجعت، هي بس اخذت وقت، شفت؟ هي اخذت وقت، وادي الداتا رجعت. بس الكود المره دي شبه الكود اللي احنا متعودين عليه. طيب يتفضل عندنا اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي التراي كاتش، وهو نفس المثال، يعني المثال بتاع الاسync اويت هو نفس المثال بتاع التراي كاتش، ولكن مع اختلاف بسيط. انا هاخد الكلام ده كده كوبي، وقبل ما نعمل بيست تعالى اقول حاجه صغيره. لو انا هنا حصل ايرور فانا محتاج اهندل الايرور هنا، طب لو ده تمام وحصل ايرور هنا فانا محتاج اهندل الايرور هنا. قال لك لا يا عم الحاج، انت اللي انت هتعمله هتحط الكود بتاعك جوه حاجه اسمها تراي كاتش بلوك، تمام؟ يعني ادي البلوك بتاع التراي، انت هنا هتحط كل الكود اللي انت عايز او اللوجيك اللي انت عايز تنفذه، وده اللوجيك بتاع المثال اللي فات اهو. وجوه البلوك بتاع الكاتش هتهندل كل الايرورز من مكان واحد. يعني انا بدل ما اقعد اهندل كل ايرور لوحده، لا انا ممكن احط الكلام ده كله جوه البلوك بتاعت التراي، لو نجحت هتبقى تمام مش هيحصل مشكله. طب لو حصل ايرور في اي خطوه من الخطوات دي اقدر اهندل الايرورز كلها من مكان واحد. ويبقى احنا كده اتعرفنا على المفهوم بتاع البروميس، اتعرفنا على الكول باك هيل، اتعرفنا على الاسync اويت، اتعرفنا على التراي والكاتش، اتعرفنا مشكله الكول باك هيل اللي البروميس بيحلها، وشفنا العظمه اللي هو بيقدمها، وقلنا التراي والاسync والاويت بتخلينا نهندل كود او نكتب كود شبه الكود السينكرونس، ولكن هو كود اسينكرونس كود، ولكن مكتوب بستايل السينكرونس اللي احنا متعودين عليه. واتعرفنا على التراي والكاتش، وعرفنا ان احنا ممكن نهندل الايرورز كلها من مكان واحد. ده الفيديو ده والفيديو اللي فات، الفيديو ده تكمله على الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كنا ارجع تاني افكركم، كنا بنتكلم على الكول ستاك وعلى الميموري هيب وعلى الجافا سكريبت انجن، بنتكلم على الاسynchronous بشكل عام، بنتكلم على الويب اي بي ايز. والفيديو عشان كان هيبقى طويل فاحنا وقفنا وعملنا بريك، والفيديو بتاع النهارده تكمله على الفيديو اللي فات. فاللي ما شافش الفيديو اللي فات وما فهمش الفيديو ده قوي يرجع يشوف الفيديو اللي فات ويشوف الفيديو بتاع النهارده ده تاني، هيفهم الصوره كامله. وبكده نكون فهمنا مع بعض الاسynchronous كود او الاسynchronous بروجرامينج في الجافا سكريبت. فهمنا يعني ايه؟ فهمنا يعني ايه الجافا سكريبت سنجل ثريدد، والاسynchronous خلتها تاكت از مالتي ثريدد. تعرفنا على المشاكل اللي واجهتنا وازاي نحلها بطريقه مبسطه، وباذن الله بدري يا رب يا رب يا رب يكون في، يعني لو شخص واحد استفاد من الفيديوهين دول فانا سعيد جدا، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ودعم بقى لايك وشير وسبسكرايب والكلام ده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.